السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله شامبو السجاد اللي هنعمله مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا ومبسطة بمكونات موجودة في مطبخ. بجد الوصفة دي جميلة جدا جدا. هتقضي لك على اي بقعة موجودة في السجاد. المكونات اللي فيها حلوة قوي قوي، ان شاء الله هتنول اعجابك. بصوا تقله عامل ازاي، وكمان احسن من بتاع الشركات، وهيعمل معاكي كمية كبيرة. لانه بصوا التقل بتاعه تقيل، لسه محتاج مية كتير، لسه هتخففيه. عامل ازاي؟ روعه روعه روعه. ايه رايكم بقى؟ يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي يا ريت تشيروا الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل اصحابكم وحبايبكم يشوفوه. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بصوا بجد روعه. ايه رايكم؟ يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. يلا نبدا الوصفه. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا ده الصابون البودر اللي انا عملته معاكم، الصابون البلدي. طبعا كنت حاطه فيه مكونات جميله جدا، ومعاك كمان صابون تاني برضو كنت بشراه. تمام. انا هحط عليه كده حوالي نص لتر ميه، وهرفعه على النار. تمام اهو، هرفعه على النار وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي انا كده رفعته على النار. طبعا زهره بيضه، معلقه كبيره كده هرميه. هنعمل احسن شامبو للسجاد، بجد هيبقى روعه بالمكونات اللي فيه دي. بصوا الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه بجد. بصوا عامل ازاي روعه، ولسه كمان ما دبش. طبعا تهدي النار عشان ما يتحرقش منك. انا بقى هدوبه وارجع لكم تاني. انا نسيت يا حبايبي بس قبل ما افصل احط كمان معلقتين مسحوق. مش عايزه تحطي مسحوق خالص مفيش اي مشكله. انا حاطه معلقتين بس، ده اوكسي. اي نوع انت حابه حطي، مش عايزه تحطي خالص مفيش مشكله. انا هدوبه وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى انا كده نزلته من على النار اهو بعد ما داب خالص، زي ما انتم شايفين كده. بصوا الرغوه بتاعته عامله ازاي. انا هفضيه بقى في طبق تاني، لحظه واحده. اهو يا حبايبي انا فضيته اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان نكمل بقى الوصفه. بصوا عامل ازاي، تحفه بجد. بصوا تقله جميل جدا. هنكمل بقى بقيه الوصفه. انا هحط يا حبايبي برسيل جيل، انا حطيته في الطبق اللي كان مطرح الصابون. تمام، ده انا كنت عاملاه معاكم جميل جدا. بصوا حلو قوي. بصوا حطي حوالي كده كوبايه كبيره. ده فانيش انا كنت برضو عاملاه معاكم، روعه بجد. كنت عاملاه معاكم على القناه. الحاجات دي حلوه قوي في تنظيف السجاد، روعه. طبعا هيخلي السجاده بتاعتك زي الفل. الصابون اللي اصلا البودر اللي انا عملت بيه كنت حاطه فيه فانيش باودر وكلوريكس باودر برضو. انت مش حابه تحطي المكونات دي، يعني انت لو ما عندكيش الصابون البودر اللي احنا عاملينه الصابون البلدي وحاطين فيه كل المكونات دي، هتجيبي صابونه او حسب الكميه اللي انت عاوزاها هتبشريها، وهتحطي بقى عليه يعني تجيبي ميه. ممكن ما تحطوش على النار كمان، تجيبي ميه مغليه نص لتر وتدوبي فيه الصابونه، وتحطي بيكربونات الصوديوم، وتحطي سكر، وتحطي زهره بيضه ومسحوق زي ما انت عايزه. يعني المكونات دي اصلا كانت موجوده فيه. انا هنا ما حطيتش غير بس الزهره البيضه ومعلقتين مسحوق بس، لكن المكونات كلها كانت موجوده. انت لو مش عاملاه هتحطي المكونات دي كلها. تمام. ممكن تجيبي الوصفه بتاعت الصابون البودر من الصابون البلدي، هتلاقيها على القناه محطوط فيها كل المكونات. تمام يا حبايبي. انا هنا بس ما زودتش كمان غير كوبايه فانيش وكوبايه برسيل. هحط ميه يا حبايبي، دي ميه بس مطرح الطبق، وهقلب. هنقلبه كويس يا حبايبي. ممكن تحط صابون سائل لو عايزه بدل البرسيل الجل. بصوا اصلا طوله عامل ازاي. كده الوصفه بتاعتنا اصلا خلصت. هزود بس شويه ميه وهجيب اللون. لحظه واحده. يا حبايبي اهو يا حبايبي هحط ميه وهقلب. الطول بتاعه برده جميل قوي. بصوا طبعا بقى لو انت مش عايزه تحطي برسيل جل او اي حاجه من الحاجات السائله اللي احنا حطيناها، عايزه تحطي بس صابون سائل، مفيش اي مشكله. ممكن تحطي كوبايه او اتنين، مفيش اي مشكله في الصابون السائل او البرسيل. تمام. انا هحط لون، انا عندي لون احمر كده اهو.
اللون الوان المايكا بتتجاب من عند بتاع المنظفات. دي حبايبي الوان الطعام بتجيبها من عند العطار. تمام. احط كمان شويه. بصوا تقله اصلا عامل ازاي، انت لسه عايز كمان يتخفف. اللون بتاعه جميل جدا جدا. الوصفه بتاعتنا يعني ما خدتش معانا اي حاجه، بسيطه قوي، لان حاطين كل المكونات فيها، حاطينها مكونات بسيطه قوي. بصوا يا حبايبي انا حطيت كمان شويه لون اهو، بجد طلع احسن من الاحمر. طبعا الالوان بتغير لما بنحطها كده، اللون بتاع الالوان الطعام دي يعني بتديكيش نفس الدرجه زي الوان المايكا اهو يا حبايبي. مش عارفه بقى الكاميرا موضحه اللون قدامكم ولا، بس لون تحفه بجد، تحفه اللون، حلوه قوي قوي، ومش مكلفانا حاجه بمكونات بسيطه. طبعا احنا الوصفه دي اصلا هنا انا ما حطيتش حاجات الا حاجات بسيطه، لان جواه كل المكونات في الصابون البودر اللي احنا عاملينه مع بعض. ايه رايكم بقى؟ مش مكلفه حاجه يعني، بجد حلوه قوي. هوريكم الطول بتاعها. بصوا بصوا عامل ازاي. مفيش بقى اجمد من كده، احلى شامبو للسجاد، هيخليك السجاده بتاعتك زي الفل. بصوا روعه بجد. انا عامله معاكم وصفه قبل كده برضو للسجاد، والوصفه دي اجمد. بصوا التقل بتاعها عامل ازاي، لسه كمان هتخففيها. روعه بجد، مفيش اجمل ولا احلى بقى من كده. استاهل بقى اللايك كده ولا لا؟ بصوا بجد والله روعه. ان شاء الله تنول اعجابكم. اهو هي عامل ازاي. لو السجاده بقى فيها اي بقع او اي حاجه هتشيلها لك بسهوله، لان الوصفه دي فيها مكونات حلوه قوي، هتقدرك على اي بقع، يعني زي الزهره البيضاء، زي الكلوركس البودر. لو انت مش حابه تحطي كلوركس بودر، بس على فكره ممكن حد يقول لي الكلوركس البودر ممكن يبوظ لي السجاده. لا مش هيبوظ لك، احنا عاملين كميه كتيره وانت هتخففيها لسه بميه. بس انت لو عايزه تحطي كلوركس الوان مفيش اي مشكله. انا كنت حاطه كلوركس اللي هو البودر، بس جميل جدا في النظافه. هو الفانيش برضو بيقضي على اصعب البقع، جميل جدا جدا. والزهره البيضاء والبيكربونات الصوديوم، بجد حاطين مكونات هتخلي لك السجاده بتاعتك تبرق. بصوا روعه بجد. بصوا التقل بتاعها عامل ازاي، روعه 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 اهو. ايه رايكم بقى يا جماله ويا حلاوته اهو. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسونيش باللايك. بصوا روعه. ايه رايكم بقى؟ يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لنا في التعليقات. ايه رايكم؟ يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.